السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في كويزين سميرة ديزاد. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي ان شاء الله يلقاكم بخير ويلقاكم مهنيين ويلقاكم في احسن الاحوال. فيديو النشاط، فيديو الحيويه، فيديو جد متنوع من الوصفات. اليوم ما رايحه لا تخمي لا تحيري واش ديري عشاء وباش تاني تشربي قهيوتك. كلش راها عليا اليوم. ما تنسونيش برك بجام الفيديو وشجعوني بتعليق من اجل المزيد من الوصفات. قبل ما نشوفوا التفاصيل ندو شوية حسنات بالصلاة والسلام على خير الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في بداية لا فيديو خياتي حنشارك معكم وصفة صيفية بزاف بنينة. راح نعملو كغاتان تاع الفلفل الحلو في الفرن، راح يجي بزاف بنين. اول حاجه خياتي ناخدو كميه تاع الرز، حوالي هكذا 100 غرام. نغليوها في شويه تاع ما اللي كنت غليته. بيان سور الرز تاعنا نشلوه مليح ومن بعد نرميوه داخل هذاك الماء، نديروا له الملح ونديروا له شويه زيت هكذا باش ما يلصقناش، ونخليوه يغلي ولا يطيب. المهم حتى يدخلوا طياب. ماشي لازم يطيب بزاف باسكو راح يكمل طيابه في الفوغ. ولو طون اللي الرز ديالي راهو يطيب، نروح نحضروا مع بعض لافارس تاع قوارب الفلفل ديالنا. دونك انا نحب نعطيكم كامل الخطوات، كما يقولوا خطوه بخطوه هكذا باش تقدروا تسلكوا روحكم في الكوزينه. ويعني مليح كي نتبعوا هاد الخطوات هادوما كل حاجه تجينا سهله. هنايا خديت حبه بصل كيما شفتوا معايا متوسطه في الحجم، قشرتها غسلتها واني رايحه نرحيها في الاشواغ ديالي. نرحيوها يعني تكون ما تكونش رقيقه بزاف بزاف. نرحيوها ماشي حتى هذاك البصل يطلق الماء ديالو. كيما كنتوا تشوفوا معايا خياتي الخضر تاعي كامل وغسلتها ونقيتها وجدتها هكذا قدامي. تاني هكذا باش الطياب يجيني سهل وما ننسى حتى حاجه. هاوليك هنا البصل بعد ما رحيته. دوكا ناخذوا مقلاة ولا ناخذوا ان فيتو، نحطوا فيه شويه تاع زيت. بالنسبه لي انا استعملت خليط بين زيت العادي وشويه تاع زيت الزيتون، تعطينا بنه بزاف هايله في هاد لافارس ديالنا. حطيت البصل ديالي في هذيك الزيت بيان سور بعد ما تسخن شويه. وكما شفتوا معايا هنايا لا تعب لا دموع لا والو. الاشواغ يسلك بالبزاف ويعاوننا في الكوزينه وينقص علينا جهد وتعب كبير كبير. خاصه مثلا هكذا كي نرحيو البصل، يعني احسن من السكرفاج. لو كان سكرفشتو وتعرفوا البصل فيه هذوك الوريقات ديالو يجيك شغل قشرات قشرات. كي نسكرفجوهم بسكرفاج راهم رايحين يطيروا. ممكن تاني حتى نقيسوا يدينا، وسكرفاج راح يخلي البصل يطلق كامل الماء ديالو. وتاني حبه تجي خشينه حبه تجيك شغل يعني ماشي بخاتيك كامل مي في الاشواق كيما شفتوا يرحيه ضربه واحده وخلطه زوج والبصل تاعنا الترحه. سورتو كي نكونوا مزروبين في الكوزينه النساء العاملات ولا خرجتي ولا يعني ما شاء الله يعاون بزاف بزاف. وفي نفس الوقت كيما شفتوا معايا راني رحيت فيه تاني نص در تاع الدجاج. تمتم تاني رحيته حطيته مع هذاك البصل بعد ما دبال شويه. انا هنا في هذه الوصفه خياتي استعملت الدجاج، نتوما تقدروا تعوضوه باللحم المرحي كيما تقدروا ديروا دانت اشي تاني. هنايا لكم الاختيار. غير نحط هذاك الدجاج على هذاك البصل نبقى نخلط فيه هكذا ونعبز عليه حتى يتفتح معنا مع هذاك الماء اللي يطلقوا البصل. تشوفوا هذاك الدجاج يعني تمتم التفتح وما يبقاش هكذاك مكدس ومتكتل هكذاك. من جهه واحده اخرى هنا عندي 4 حبات تاع طوماطيش، زوج اني رايحه نستعملهم هنا في لافارس وزوج نحتفظوا بهم. نرحيهم في الاشواغ ديالي، يعني الطوماطيش تاعنا نقصوا لها شويه الزريعه باش ما تطلقناش القروصيه وما نقشرها ما والو، نرميها مباشره داخل الاشواغ. وكانت عندي تاني حبه تاع فلفل الحلو الاحمر، قسمتها في النص، نص درته هنايا تاني مع هذيك الطوماطيش ونص احتفظت به نحتاجوه فيما بعد. زدت عليهم زوج فصوص تاع الثوم يكونوا كبر، ورحيت كل حاجه في الاشواغ ديالي تاني حتى نتحصلوا على هذا الخليط اللي يكون ناعم. نفرغوا مباشره على هذاك الدجاج اللي كما كنتوا تشوفوا فيه معايا خدا لون وهذاك البصل تاني دبال مليح مليح. نكمل هكذا نقليهم مع بعض حتى يندمجوا مع بعضهم البعض. هنا في هذه المرحله نديروا التوابل. انا ما درتش التوابل في الاول. نديروا هنايا شويه تاع فلفل الكحل، نديروا العكري الحلو، لا تحبوا الحار تاني تقدروا ديروا الحار، ونديروا شويه تاع ملح
وكنت درت تاني شويه من الاعشاب العطريه. عندنا فلفل الكحل، وعندي شويه تاع زنجبيل. كيما على بالكم الدجاج يحب بزاف السكنجبير ولا الزنجبيل، يعطيله بنه بزاف هايله. تقدروا تاني ديروا شويه من توابل الدجاج ولا راس الحانوت. وما نساوش القزبر المرحي تاني في هذه الوصفه هذه. نكمل هكذا نقليهم كامل مليح مع بعض حتى يعني يطيبوا كامل هاد المكونات ويندمجوا مع بعضهم البعض. في هذا الوقت كان الرز ديالي هاوليك هنا راه دخلوا طياب. كيما قلت لكم نطيبوه بلا ما نخليوه يتحرحر، لازم الحبه تاع الرز تبقى واقفه وتبقى شاده روحها. نديروا كميه منها. دونك هاد لافارس هادي ولا هاد الرز هذا اللي درناه راح يبنن لنا لافارس ديالنا من جهه، من جهه ثانيه راح يخليها تكون غنيه يعني بالفوائد وكامل، ومن جهه راح يعني يزكي لنا لافارس ديالنا وراح تكون عندنا كميه كبيره منها. هنايا بعد ما درت هذاك الرز في الاخر كامل، من قبل ما نطفي على لافارسه ديالي كنت زدت هنايا رحيت شويه معدنوس داخل الاشواغ ديالي. راح نزيد ثاني كميه منه ونحتفظ بالباقي للتزيين. وهنا خلاص نخلطوا هذاك المعدنوس نديروه في الاخير باش يبقى محافظ على البنه ديالو. ونطفيو على لافارس ديالنا اللي كيما شفتوا معايا سهله وسريعه في التحضير ديالها. هنا بقات لي هذيك الكميه تاع المعدنوس نغلق عليها هكذا ونحطها في الثلاجه حتى من بعد نعاود نستعملها. هنايا دوكا نروحو نوجدو صلصه طماطم سهله وسريعه وتجي بزاف بنينه. توجور في الاشواغ ديالي حطيت هذيك نص حبه تاع فلفل الحلو الحمراء اللي بقات لي، نقطعها هكذايا، نقطعوها قطع تكون شويه صغيره باش نحافظوا على الاشواغ ديالنا. زدت هذوك زوج حبات طوماطيش تاني اللي خليتهم ما نقشروها ما والو. زدت زوج فصوص تاع الثوم كبار، وزدت مغرفه صغيره معمره تاع طوماطيش تاع البطاطا طماطم مصبره. حطيت الملح، حطيت الفلفل الكحل، وحطيت شويه زيت. نحطوا كل حاجه على ضربه داخل الاشواغ ديالنا ونرحيوهم كامل هكذا مع بعض. وصلصه الطماطم تاعنا يعني تم تكون واجده، نقدروا نستعملوها في العديد من الوصفات وتجي بزاف بنينه، سورتو كي نزيدوا لها هذاك الفلفل الاحمر. جبت هنايا البلا اللي يروح للفرن مولا غراتان. فرغت فيه مباشرة هذيك صلصة الطماطم. شوفوا كيفاش ترحت معايا، يعني بيان ليس واحد القوام هايل. والقشره هذيك تاع الطوماطيش كامل ما بانتش، تبانك شغل قشرت الطوماطيش ورحيتها، وانا رحيتها غير بالقشره ديالها. قوام يعني هايل ما شاء الله. هذيك لاصوص كيما شفتوني رحيتها مباشره، فرغتها في هذاك المول ديالي، ما راهي لا طايبه لا والو. هنا نجيبوا الحبات تاع الفلفل ديالنا، نحاولوا نخيروا حبات تاع فلفل اللي يكونوا هكذاك شغل ما يكونوش شغل ملبزين باش نقدروا نحشوهم. نقسموا كل حبه على زوج في الوسط، نحيو لها الزريعه، نحيو هذوك الخيوط اللي يكونوا لداخل، او الفيديو راه يعبر لكم على الطريقه. نقسموهم في النص على شكل قوارب، ومن بعد نعمروهم مباشره بهذيك لافارس ونحطوهم ولا نستفوهم هكذا في المول ديالنا فوق هذيك صلصه الطماطم اللي راهي خاطره وتشهي. تحبوها حمراء على هكذا هذيك صلصه الطماطم، ما عليكم برك تزيدوا تكثروا طوماطيش تاع الباطا وتزيدوا ديروا العكري. هنايا عطرت هذيك الصلصه ديالي بوريقه تاع الرند، زوج وريقات تاع الزعتره، غلقت عليها ودرتها في الفوغ. الاشواغ اللي كان لو بغا دروا ديالي في الكوزينه هاوليك هنا خياتي لا مارك بوش الغنيه عن كل تعريف. بغا ميكسور يعني متعدد الاستعمالات، ما فيش برك لو بغا، فيه لو بغا ميكسور كما كتشوفوا معايا من الانوكس، فيه اشواغ وفيه تاني فوي. دونك راهو 3 زون بويسون 1000 واط الله يبارك. حاجه حره، حاجه في الدوريجين، يعني هذا جبته سبيسيالمون للاخوات اللي يبعثوا لي ويقولوا لي حبينا حاجه تاع لا مارك، حاجه حره، حاجه يعني للدم. شوفوا حاجه كتكون تاع لا مارك، ميم الكتاب اللي يجي معاها، شوفوا ماشي برك كتاب، زوج كتابات الله يبارك كبار وفيهم الشرح وفيهم حتى الوصفات يجوا معاهم الداخل. هاوليك هنا خياتي راه من الانوكس، ديزاين تاعو بزاف شباب، كولور تاني بزاف شابه، تتماشى مع كامل انواع المطابخ. وانا عندي الانوكس هكذا بالنوار، هو يعني احسن لون. المليح في هذا البغا ميكسور خياتي انه كي نرحيو به لي سوب ديالنا ولا نديرو لي جو ولا يعني ما يطرش، عنده هذه الخاصيه هذه.
وتاني لو بغا ديالو يجي طويل الله يبارك ما شاء الله. دونك عنده الاشواغ اللي شفتوه معايا، كنت استعملته خياتي، رحيت به الدجاج، رحيت به الحشاوش ديالي، الخضر، ما شاء الله. يعني لا مارك خياتي ما يشقاش نهضروا عليها ولا نشكروها، هي تشكر نفسها، وشفتوا معايا النتيجة كانت امامها. يعني صدقوني كي نخدموا بحاجة دوريجين، حاجة حرة، فرق كبير بين حاجة تاع لاشين وحاجة ماشي تاع لاشين. يعني واش نقول لكم، ساهل في الاستعمال ديالو، بخاتيك بالبزاف، عنده العديد من المزايا، من بينهم كما كتشوفوا الغطاء هذا تاع الاشواغ، والغطاء تاع هاد لو بول هدايا اللي نستعملوه يعني خصيصا بور لو بغا ميكسور. كي تبقى لنا حاجه هكذا ولا رحينا حاجه وجات بزاف ولا، مباشره نديروا لها الغطاء كشغل حتولي لنا بورت مونجي، ونحطوها في الثلاجه ديالنا باش ما تفسد لناش. بالنسبه لي فيتاس خياتي، فيه شحال من فيتاس بلس لو بوطون تاع التوربو. شوفوا هنايا فيه تقريبا 12 فيتاس كما كتشوفوا، نرقليوه منا من الفوق، خفيف. شوفوا يعني يتحل ويتغلق بكل سهوله، ما يتعبش كامل، يعني مريح جدا جدا في الخدمه به، والله العظيم يعني استمتع بالعمل به. يرحي حتى المكسرات اخواتي، يرحيهم يعني ما شاء الله، تحبوهم رقاق تحبوهم خشان، يعني كيما تحبوا نتوما، من اروع ما يكون. بالنسبه للسعر ديالو خياتي دار 2,250، غالي شويه، ولكن هديه يعني لا ماركه عندها الثمن ديالها، وصراحة يستاهل، لأني خدمت به وشفت الفرق، يعني حاجة واحدة أخرى كامل. راهو من عند لاباج فيسبوك شاف كويزين دي زاد، راح نخلي لكم لو ليان تاع لاباج في صندوق الوصف باش تدخلوا عندهم وتشوفوا واش يبيعوا، الله يبارك عندهم كل الخير، وبأسعار يعني في متناول الجميع. يعني اي وحده خصها بغا ميكسور، خصها الفوي، خصها الاشواغ هكذا للاستعمال اليومي، ماكش راح تلقاي احسن منه، يعني ما شاء الله. نولوا الوصفه ديالنا اخواتي. هنايا شوفوا هذاك الكراتان ديالي يعني تم يطيب بعد حوالي 20 دقيقه. هنايا خرجته من الفرن، نديروا له من الفوق شويه تاع الجبن المبشور، ونعاودوا نرجعوه للفرن، ولكن هاد المره نشعلوا عليه فقط لاغري، ونحيولو الغطاء ديالو هكذا باش ياخذ تحميره خفيفه، وهذاك الجبن يذوب. وهاوليك هنايا يعني كنت تشوفوا الشكل ديالو، وما نحكي لكمش على الريحه تاعو كي يكون يطيب، يعني شهي ويحمر الوجه ويجي بزاف بنين. صدقوني ولادي عجبهم بزاف بزاف، كما يقولي هو قوه هاد الكغاتا هذا. وهنا خياتي تاني كانت بقات لي لافارس، كنت حشيتهم هكذا بهاد الطريقه، يعني فلفل كومبلي بلا ما نقسمو، وما قليتوش، كنت شويتهم داخل لافريتوز ديالي كيما شتو يبانوا معنا كشغل مقليين. دونك اللي ما يحبوش يديروا لا صوص طوماط، تقدروا هكذاك برك تدخلوهم داخل لافريتوز ديالكم وتاكلوهم هكذاك، يعني راح يجوا بزاف خفاف. هذه يعني بالنسبه للناس اللي ما تحملش لي صوص طوماط وكامل. هاوليك هنا خياتي شوفوا كيفاش يجي هذاك الفلفل يطيب روعه، والمليح في هذا الكراتان يجي خفيف باسكو ما عندنا فيه لا قليان لا والو، ويجي من اطيب ما يكون، يجي روعه روعه. وحتى في التحضير ديالو يجي ساهل، خاصة كي نستعملوا الأشواق كيما شفتوا، يعني تم حضرته في وقفة. أنا دوكا هكذا درت له رشة تاع زيت الزيتون ورحت نتهلا في روحي. من الوصفة هذه تاع اللي اقترحتها عليكم نهار اليوم، راح نشارك معكم انبوكسينغ، راهي لحقتني من عند لاباج انستغرام لايف ات هوم كما كتشوفوا معايا. راح نشارك معاكم هاد لي سيرفييت اللي كومونديتهم من عندهم، يعني ما شاء الله عجبوني بزاف، كي شفتهم في لاباج ديالهم. هام ليك هنايا يعني وصلوني في وقت قصير حتى باب المنزل. مع هاد لا بلاك هادي نقدروا نعلقوها في الصال دو بان ديالنا ولا في الباب. نقول لهم يعطيكم الصحه على سرعه التوصيل وعلى لومبالاج شباب اللي عجبني بزاف بزاف. وتاني يعني فكره هايله لاي وحده حبت ديرهم هكذايا هديه لكاش وحده راح تتزوج ولا كاش وحده راهي رايحه عروسه، ديروهم لها هديه هكذا بهاد لومبالاج، راح يجيكم من اروع ما يكون، يجوا بزاف شابين ويجوا بارفيمي، يعني ما شاء الله. تحبوهم هكذا سامبل، تحبوهم بلا دونتيل، قماشهم روعه روعه 100% كوتون، هايلين بالبزاف.
دي فوا نخاف نكموندي هكذا عفايس كيما هادوما باغ انترنت، مي صراحة كي يوصلوني للدار عجبتني لا كاليتي ديالهم بزاف بزاف. يعني كيما تواصلت معاهم قالت لي راهم 100% كوطون، لقيتهم 100% كوطون وقماشهم حنين وما شاء الله، ومخيطين يعني روعة، في شابين يعني الاستعمال اليومي هكذا، سواء للوجه ولا للاستحمام. كنت كيما شفتوا معايا دونك كومونديت هادوك 3 سرابت بهادوك الالوان الزاهيه الشابه. وكمونديت تاني هنايا كيما كتشوفوا معايا، هادوما تاني للحمام تاني هايلين، كيما قلت لكم البنات اللي يجهزوا اليوم رايحين عرايس تقدروا هكذا تكموندي وتدوهم معاكم في جهازكم. هنا هاد الموديل هذا يختلف شويه، الاخر كانوا سامبل، وهادوما جايين شغل فيهم الموتيف. هاد الموتيف هذا الشباب في هاد القماش الموف هذا. دونك كاين هادو ما سبيسيالمون للحمام كيما قلت لكم، تجي فيه سربيته عاديه، والسربيته هذه الكبيره فوطه تاع الحمام اللي راهي كبيره بحر الله يبارك ما شاء الله. نظن فيها واحد 2 مترات على 1 متر و10 هكذاك ابي بخير الله يبارك، راهي كبيره ما شاء الله. هذه سبيسيالمون للحمام، قماشهم هايل ما شاء الله. نخلي لكم خياتي لاباج تاع لايف ات هوم دي زاد في صندوق الوصف هكذا باش تزوروا لاباج تاعها، باسكو عندها واش نقول لكم كل خير الله يبارك. وهي ما تخيطش برك غير هاد لي سيرفيات ولا دير برك هاد لي سيرفيات، تخيط لي دغا الله يبارك ما شاء الله، تشكيله كبيره تاع لي دغا تاع لي كوفغولي، المخايد لي بلاد. ننصحكم تضربوا طله على لاباج ديالها، راكو رايحين تنبهروا من الخدمه ديالها. لي سيرفيات ديالي هكذا انا ستفتهم، شوفوا بهذه الطريقه هذه نقدروا نستفوهم هكذا يجوا بزاف شابين، نحطوهم للضيوف في الحمام ديالنا، لي كولور ما شاء الله. اعطوني رايكم خياتي وشوفوا النتيجه النهائيه، جو يهبلوا. انا شخصيا يعني عجبوني الالوان، وسورتو عجبتني لا كاليتي اللي كانت 100% كوتون. دي فوا نشروهم من السوق يجوك شغل نيلون كي نمسحوا بهم ما ينشفوش، مي هادو ما عجبوني بزاف يعني ما شاء الله. وهذيك لا بلاك نقدروا نحطوها هكذا، ولا نقدروا نعلقوها عند الباب تاع الصال دو بان ديالنا. دونك اذا كان عجبكم خياتي هاد لي سيرفيات ولا اي حاجه في لاباج ديالهم، انا خليت لكم رقم الهاتف راه يجوز امامكم، وصدقوني يعني الطلبيه ديالكم راح توصلكم في احسن صوره، وراح توصلكم تاني في وقت قصير جدا. من الانبوكسينغ تاع نهار اليوم نولوا الوصفات اللي يعشقها الصغير والكبير، الوصفات التقليديه الجزائريه ديالنا، البغرير ولا الغرايف ولا ميلتخو ولا يعني عنده عده اسماء. اعطونا انتم الاسم كيفاش تسموا البغرير في المنطقه ديالكم في لي كومونتير هكذا، باش نتعرفوا على الاسماء وعلى العادات والتقاليد ديالنا. راح نعطيه لكم اخواتي بمقادير مضبوطه، وصفه باذن الله ناجحه ما تحتاج لا اختمار لا والو، وجديه منا وطيبيه منا. نبداو على بركة الله. هنايا في الغيسيبيون ديالي راح نحط 3 كيلات ولا 3 كيسان تاع السميد، انا استعملت هذا السميد الرقيق. نزيدو عليه كاس تاع فارينة، نزيدو مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز الفورية، مغرفة كبيرة معمرة تاع سكر. نخلط هاد المكونات هكذا بالفوي اليدوي، حطينا قبل دونك المواد الجافة، ودوكا نزيدو الماء اللي يكون دافي شويه. راح نحطو في الاول 3 كيسان ونص تاع ماء. هنايا الماء يعني نحاول انا نعطيكم مقادير مضبوطه، ولكن يعني صدقوني كل سميد والنوعيه ديالو، كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. بالنسبه للسميد اللي استعملته انا لا مارك ميس، هو اللي درت به المسمن هذاك اللي عجبكم، دونك كان بقى لي شويه درت به هذا البغرير هذا. بعد ما خلطتهم بالفوي اليدوي زدت هنايا مغرفه كبيره تاع الخل، حيعطينا قوام هايل للبغرير ديالنا. هنا الخليط ديالي توجور مازالو ثقيل، زدت نص كاس واحد اخر تاع الماء الدافي، وزدت حوالي مغرفه صغيره ماشي معمره تاع الملح. كملت هكذا خلطتهم بالفوي اليدوي حتى يندمجوا مع بعضهم البعض، وميم طون رانا نشوفوا حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. هنا جبت لو بغا ميكسور ديالي وخلط به هاد المكونات مع بعض. هنا اخواتي مهم جدا كي نستعملوا لو بغا ميكسور في البغرير، يعني ما نبقاوش نخلطوا بزاف في بلاصه واحده وما نكتروش بزاف التخلاط هكذا، باش السميد ديالنا هذاك ما يديرش هذوك الخيوط، سورتو كي يكون السميد شباب وفيه العلك.
بعد ما خلطتهم زدت باكي تاع خميرة الحلويات تاع 10 غرامات، وزدت ضربت هكذا شويه بالبغا ميكسور. وشوفوا كيفاش راني ندرب، ما نقعدش ندرب في بلاصه واحده، ندرب ونرفد في نفس الوقت لو بغا ميكسور ديالي هكذا بهاد الطريقه، باش ندخل له كميه كبيره تاع الهواء حتى نتحصلوا على هاد الفقاعات. وهنا كما قلت لكم ما لازمش نطولوا بزاف باش السميد ديالنا ما يتعلقش. هادو هما الفقاعات اللي نتحصلوا عليهم. كي نشوفوا الخليط تاع البغرير ديالنا تشكلت لنا فيه هادوك الرغاوي وخرجوا لنا هادوك النبابل، اعرفوا باللي راكم راح تنجحوا ان شاء الله وباذن الله في البغرير ديالكم. فوالا دونك بعد ما تحصلنا على القوام المطلوب، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف، ناخذوا ان كريبيير ولا مقله اللي من الاحسن تكون نوعيه جيده وتكون ما تلصقش، نسخنوها شويه ونفرغوا البغرير ديالنا. هنا لكم الاختيار، تحبوا ديروهم الحجم صغير، تحبوا ديروهم حجم كبير. انا جينيرالمون عفوا نحب نديرهم شويه كبار هكذا باش تمتم نكملهم في طيابهم. بالنسبه للنجاح تاع البغرير لازم يطيب على نار متوسطه الى قويه، يعني نار تكون شويه قويه باش تمتم هذوك الفقاعات يبداو يخرجوا. وكشتوا النتيجة هنا أمامكم، يعني يجي واحد البغرير ما شاء الله. واللي عجبني في هاد الوصفة أنه ما يحتاج لا اختمار لا والو. كي تفرغوا خياتي تاني البغرير ديالكم هكذا في المقله بالغراف، ما كان له تمشيوه، حركوه برك بالمقله، حركوا المقله ديالكم حتى يتوزع لكم الخليط الداخل. وفوالا تشوفوا النتيجة هنا أمامكم، يعني واحد الثقوب ما شاء الله، حتى التحميرة من أروع ما يكون. أنا هكذا كل ما طيب حبة نحب ندهنها مباشرة بشوية زبدة، يعني من الأحسن إلا ما عندكمش ديروا لا مارغارين. ومن بعد نحط فوقها البغريرة الدوزيام، وكون قلبت لكم باش تشوفوا هذاك اللون الشباب بيان دوغي. روعه 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 هذا البغرير هذا، وشوفوا كيفاش يجي خفيف، يجي ما شاء الله. وصدقوني يعني الكاميرا ما عطاتلوش حقه، لو كان تشوفوه قدامكم يعني هذوك الثقوب يبانوا احسن واحسن، مام الخفه تاعو والطراوه تاعو من اروع ما يكون. ننصحكم خياتي ضروري تجربوا الوصفة هذه، خاصة وأنها يعني ما تحتاج لا اختمار لا والو، وجديه منا وطيبيه منا. عندك ضيوف جايينك على غفلاك رايحة تحضريه في وقفة، حصلتي باش تجوزي قهوة حليب سواء تاع الصباح ولا تاع العشية، تمتم راك رايحة توجديه، وفي نفس الوقت يعني راهي حاجة اقتصادية. ندورو ونولوا الوصفات التقليدية ديالنا تاع زمان، لأنه ما كاش ما أحسن منها. اولا بنينه، ثانيا اقتصاديه، ثالثا راهي سهله في التحضير ديالها. انا كملت طيبت كامل البغرير ديالي كما راكم تشوفوا معايا، وتمتم وجدتو تمتم طيبتو، ما خداليش كامل الوقت. وكي تكون هكذا وصفه ناجحه صراحة كي نكونوا نطيبوا فيه ونشوفوا هادوك الثقوب، يعني نستمتعوا بالطياب ديالو. كان طيب 100 حبة بغرير ما نعيش كي تكون النتيجة هكذا هايلة. ويقولوا يعني ناس زمان كي طيبوا البغرير ما لازمش حتى راجل يدخل ويوقف عليك في الكوزينة هكذا باش تنجحي في البغرير. وانتم الا كان عندكم عادات كيما هادوما ولا شاركونا في لي كومونتير. وهذه كانت اخر حبه الصغيره، هذه درتها سبيسيالمون للمازوزي، دائما نخلوها للصغير في العائله، تاني جات هايله. دونك بغرير وصفه ناجحه من الحبه الاولى حتى الحبه الاخيره. هنايا درت لهم شويه تاع سيله، انا كنت طيبت ان سيرو، درت نص كاس تاع سكر وكاس تاع ما، خليتهم يغليو، ومن بعد زدت لهم نص كاس تاع العسل وخلطهم مليح مع بعض، وهكذا نشربوا بهم البغرير ديالنا. وكل واحد يعني والطريقه ديالو، كاين اللي يحبهم بزيت الزيتون والسكر، كاين اللي يحبوهم هكذا بالعسل، كاين تاني اللي يحبوهم مع لاتاي، كاين اللي يحبوهم مع قهوه حليب، وكاين اللي ياكلوهم كشغل كوجبه عشاء ولا كوجبه غداء. انا نحب نقدمهم هكذا بهذه الطريقه، على طريقه تاع امي ربي يرحمها، كان دائما نديرهن هكذا وتقسمهن على 4، يعني بخاتك في الاكل يجي هايل، يجي ما شاء الله. انا البغرير هذا كنهبلني عليه وليدي الكبير، دونك فوالا ني درته لهم وطاحوا عليه. انا ولادي يحبوا بزاف العجاجن هكذا البغرير المسمن، كي ندير لهم هكذا يشربوا به قهوه حليب ومن بعد ياكلوا بزاف حتى يشبعوا مليح مليح، يولوا العشاء ما يحوسوش عليه. ان شاء الله تجربوا الوصفه نتوما تاني وديروها لوليداتكم، ونقول لكم بصحتكم. كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، ما تنسونيش بجمل لا فيديو، ونقول لكم شهيتكم في الصحه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم في امان الله.